سلام بنات، سلام خوت، لاباس عليكم بخير. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. الناس اللي كتابعنا على اليوتيوب مرحبا بكم، والناس اللي جات لعندنا وعند وليداتي مرحبا والف مرحبا، شرفتونا. المهم بالنسبه بعدا سمحوا لي على الصداع، راكم عارفين اني كاريه يعني في بلاصه قريبه للسويقه، وهذا ضروري غتسمعوا هذه الاجواء هذه. ايوا هو الموضوع اليوم ولا الفيديو اليوم كما شفتوا من العنوان، هي بالنسبه للناس اللي كيسولوني على الكروكيت اللي يمكن اننا نعطيوها للقطوط ديالنا وما تكونش يعني كدير ليهم حاشاكم لا دياغي، وما تكونش يعني حيت كاينه بعض الكروكيت اللي هي ما مزياناش صراحه وماشي صحيه، خصوصا القطوط اللي مربيين في الدار. مازال القطوط ديال الزنقه يعني كتكون عندهم سبحان الله العظيم واحد المناعه قويه اكثر من هاد القطوط اللي ما، حيت راه بحال واحد مولف النقا يعني دغيا يقدر يمرض دغيا، كذلك ومثال. يعني نقدروا نعطيوهم بحال ما هكايا. انا ديما كنأكد وديما كنهضر على الماكله اللي تكون صحيه والماكله اللي تكون مفيده للصحه ديالهم، يعني الماكله اللي تكون مفيده للصحه ديالهم، بحال الماكله اللي مره كنشاركها معكم. كندخلوا فيها الخضره، تندخلوا فيها زويته بلديه، تندخلوا فيها يعني على حساب المستطاع ديالنا. مثلا انا يعني الله يحسن العوان كل واحد، يعني تبارك الله راه حنا 6 نفوس، يعني مره كندخل لهم شويه دجاج، مره كنجيب لهم حوت، مره كنجيب لهم غير كبيله ولا السردين، مره كنجيب لهم واحد 20 درهم 10 درهم ديال الحوت الابيض وندير لهم بحال شي شوربه ولا هذا مع خضيره وزويته. المهم الوصفات الحمد لله كل مره كنحط لكم حاجه، هادشي اللي كاين. اما بالنسبه باش نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو على الكروكيت، فالكروكيت الله يرحم لكم الوالدين نحاولوا نعطيوه ليهم ماشي يوميا وماشي دائما، يعني ومره اجي مشى لي للسطح خفت الصراحه حيت ما كنبغيهمش يمشيو بلا تا ماما نجلس حداكم. اسمحي لي عفت عليك، ما تنبغيهمش يمشيو للسطح الا ما كنتش مراقباهم، كنخاف. دابا صلاة على النبي مع ولاو كيقدروا يعني المترو ديال العلو كيوصلوا ليه، تبارك الله ما شاء الله. سير ماما تاكل كليتي، اجي خاصو غير يلعب هو، اجي تاكل. بالنسبه للكروكيت يعني ماشي نعتمدوه، راه كاين شي بنات كيتواصلوا معايا تيقول لي خديجه انا ما يمكنش ليا نطيب، كنعطيه الكروكيت في الصباح في الغداء، يعني الكروكيت هو الماكله ديال داك القط، والصحه ديال داك القط كيفاش غتكون مسكين اللي كياكل ديك الماكله يعني ديما. شوفوا راه اللي كيبيع الكروكيت غايقول لكم راه مزيان ليه عطيوه ليه ديما، ولا لا يكذب عليكم كاذب. ديما نوعوا الخطوط ديالنا بحال وليداتنا. شوفي وليدك بقاي تعطيه نفس الشوربه نفس لاصوب اللي كتعطيه ديك التريبيه، اجي شوف طلع ويلي طلع مشى، واخا فين ماشي اجي سد الشرجة اجي مشاو دابا خصهم يخرجوا. نسيت الشرجة المحلول، فين غاديين فين؟ ها اللي علمهم ليا السطح، ها اللي علمهم ليا ماما. والله ولادي ما خلوك لا تصوري لا حتى شي حاجه. دابا راه هكا ملي كنجي وجدت دابا عشايا قلت نصور لكم، حيت بزاف تاع الناس يقولوا لي خرجي عارفه قولي لنا شنو ندير. مشاو دابا مشاو. دخل تبارك الله دخل. اليوم راه لعبتوا بزاف اليوم، بركه. يلا زيدوا ندخلوا بركه. خصني ندخل ماما نتعشوا ونعس. عافاكم الحبايب، عافاك ميو. يلا ها ماما ندخلوا، يلا حبيبي ورد الولاد يلا ندخلوا بركه. برافو الحبايب، يلا دخلوا ماما نسد الباب. غنمشي نجيب الاخرين، يلا دخلوا. يلا هو دخلوا، واش انا ندخلكم من هنا تمشيو لهنا؟ دخلوا بركه. صافي يا ماما والله يهديكم. لا صافي ها صافي حتى الغدا ان شاء الله بارك. يا واش كيش علمتي ليهم سخفوني. لعبوا حدايا وليداتي عافاكم، لعبوا حدايا الله يعطيكم الرضا. الله يا ربي نعم هاكاك. يلا بقاو حدايا اجي
اجي ماما اجي وحدايا صافي. لا مينوش بركه. يلا طلع حل الباب يلا زيد. المهم قلت لكم بالنسبه بحال هاد البنات اللي تيقول لك يعني الكروكيت ما يمكنش انهم يطيبوا ولا شي حاجه، راه كاينه مويكله اللي كنطيبوها ويمكن لينا يعني نعطيوها ليهم ما تعطلش، ما تفوتش يعني سيمانه ولا تفوت 15 يوم، لا كنقسموها على 3 على هذا نعطيوها ليهم. لا ماما صافي بركه لا لا ما غاديش نخرجوا صافي. لا ولدي لا دابا خصو يخرج للسطح الليل هذا 11 هادي ديال الليل يمشي الله يسر يطيح ليا من السطح ولا شي حاجه. لا اجي وين اجي حتى الصباح ان شاء الله حتى الصباح وتخرج واه خصو يخرج يلعب. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. وعافاكم بالنسبه للنوع ديال الكروكيت، الكروكيت اللي نعطيوه ليهم هو كروكيت اللي يكون يعني فيه البروتينات فيه الخضره فيه دخل فيه يعني كل ما يفيد الصحه ديالهم. ما بقاوش ناخذوا لهم غير كروكيت اللي هو تيكون هكا يعني فيه دوك النشويات بزاف غالبين. خليها ميمي بغا يدخل يدير الحمام يكونوا غالبين. لا البنات عافاكم راهم وليداتنا ومقلدين بيهم وصحتهم راه مهمه. الا كان عندكم القط معقم بحال سكاي وعندكم قطوط ما معقمينش راه غتعطيوهم كروكيت حيت ما يمكنش هذا غتعطيه نوع وهادو لا غيمشي ياكل ليكم معاه وغادي يتزاد في الوزن. حيت انا كنت من هاد التجربه هذه ناخذوا ليهم مثلا نوع واحد اللي يمكن ياكلوا اللي معقم واللي ما معقمينش ويستافدوا منه بجوج. هادشي اللي كاين وما نطولش عليكم. وبالنسبه للنوعيه ان شاء الله ديال الكروكيت دابا نحط لكم اسماء حيت انا كنشري يعني على قدي ما كنشريش خنشه ولا هذا كنشري غير هكا غير الكيلوات. دابا نجيب لكم السميه ديال اللي كناخذ ليهم دابا واللي كياخذوه زوين تبارك الله وفهمتوا. يمكن لكم تعطيوه لقطوطكم وعينيكم مغمضين ان شاء الله يا رب. والله يخليهم لينا ونتلاقاو في فيديوهات جايه. ما تنساونيش من البارطاج وما تنساونيش انكم البنات تخليو لي شي تعليق اللي هو زوين بحالكم. كنبغيكم بزاف. باي باي.